أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتعلم ازاي نشتغل على كابل الشاحن بتاعنا أو الهاند فري أو أي حاجة طويلة فيها سلك أو كده، علشان نديها شكل مميز وكمان نحافظ عليها من إنها تبوظ أو يجرى لها حاجة. أول حاجة أنا استخدمت خيوط من إليزا كلها رفيعة، إليزا ديفا. طبعا انتي لو ما عندكيش كم الخيوط يعني أو ما عندكيش خيوط ألوان كتيرة ممكن تستخدمي لون واحد بس، ومش لازم تعملي وردات مثلا يعني أو يعني تخليه سادة بس. تاني حاجة استخدمت إبرة مقاس 2 أو إبرة اللي هي روز دي مقاس 6 أو 7. تمام، هما الاتنين قريبين من الإبرة الألومنيوم عادية. وطبعا الإبرة دي مهمة جدا جدا علشان نخيط بيها النهايات وكده ونداريها. مسدس شمع عشان نلزق الوردات على الكابل، لو ما عندكيش مسدس شمع ممكن نخيطهم بإيدينا عادي. ده الكابل بتاعي، طبعا هو اصفر بعد فترة، أنا كنت عاملة عليه لون تاني وشيلته بقاله فترة يعني، فاصفر خالص. أنا هبدأ من الجزء ده من تحت. تمام، بصوا هنمسك الخيط كأنه عادي خالص، بلفه على ايدي كأني هشتغل، بس هسيب منه جزء طويل شوية. الجزء الطويل ده انا هشتغل عليه علشان اضمن ان هي ما تتفكش. بصوا حطيتها ازاي، كأني هلف عليها كده بس انا ما لفتش ولا حاجة. بالإبرة بتاعتي بقى من فوق. تمام، هنلف حوالين الكابل وبعدين نرجع ناخد الخيط ونطلعه لقدام ونلف الخيط ونسحبه كأنها غرزة حشو عادية جدا. تمام، دي كده أول مرة معانا. تاني مرة مش هاخده من فوق بقى، اوكي، هناخدها من تحت، نسحب بس الخيط. خلي بالكوا احنا بنشتغل على الخيط الطويل اللي تحت ده لحد ما يتدارى او لحد ما تحسي ان انتي خلاص مش هيطلع منك. انا نزلت الابره بقى لتحت، هنسحب الخيط وبعدين لفوق ونلف كأننا هنعمل غرزة حشو ونسحب غرزة كمان عادي خالص. نفس الكلام، هنلف الخيط الإبرة من تحت كده وناخد الخيط وبعدين نطلع لفوق ونسحب الخيط كأنه غرزة حشو عادية. تمام، لو حسينا فيه فراغات تشدها بس بالراحة علشان الكابل ما يتقطعش او ما يجرالوش حاجة. تمام، انا لسه شغالة على الخيط اللي تحت، لو واخدين بالكم انا مخلياه يعني كأنه هو على السلك عادي، وبعدين هنشتغل كأنها حشوة عادية. تمام، بصوا هتلاقوها بدأت تلف كده معانا، انا عايزاها تلف، لو انتي مش عايزاها تلف افرديها، بس انا حابة انها تلف. نعملها مرة كمان. هنلف الخيط على ايدينا عادي خالص والخيط الطويل معايا لسه تحت. هدخل الإبرة من تحت، هنسحب الخيط نطلعه لفوق وبعدين نلف الخيط على الإبرة واعمل غرزة حشو عادية. يعني كل 10 غرز ولا حاجة نقربهم من بعض. ماشي، وبعدين نلف ونكمل ونلف، نسحب الخيط، نسحب غرزة حشو عادية خالص. مرة كمان. خلاص ده بقى شكلها. بصوا عندنا فراغات، الفراغات دي بتروح أول ما بزقها كده بإيدي، كل الفراغات دي بتختفي. ماشي، هنلاقيها بقى بدأت تلف كده، أنا عايزاها تلف، لو انتي مش عايزاها تلف زي ما قلتلك افرديها، يعني عادي خالص، ده الموضوع يرجع لذوقك بس. نعمل تاني، انا لسه شغالة على الخيط الطويل اللي تحت، دخلت الإبرة من تحت وبعدين أخدتها وهلف أسحب غرزة حشو عادية. لسه بنكمل بنفس الطريقة، ما غيرناش أي حاجة ولا أي حاجة في التكنيك، زي ما احنا ماشيين. تمام، بصوا كده بدأت تلف معايا ازاي. ده اللي أنا كنت بقولكوا عليه. لو في فراغات طبعا هشدها أزقها كده لقدام بإيدي بحيث ايه تتدارى كل الفراغات دي وما يبقاش السلك باين خالص. بصوا اللفة واضحة ازاي. هنكمل بقى بنفس الطريقة دي على طول الكابل كله لحد لما نوصل للآخر، بنفس الطريقة وبنفس الفكرة. ده بعد ما اشتغلت جزء اهو، شايفين ده شكله بعد ما اشتغلت الجزء ده تقريبا، يعني حتة صغيرة قوي من الكابل. بصوا كده لما هنيجي نشتغل، لو انتي واجهتي المشكلة دي الخيط اهو تحت الكابل، لا خلي الخيط دايما فوق الكابل مش تحت الكابل، عشان لو هو كده مش هتعرفي تشتغلي عليه. هنسلك الكابل شوية يعني نعديه من الخيط ونخلي الخيط دايما من فوق الكابل. اوكي، وهنكمل برضو بنفس الطريقة. كده انا خلصت الكابل كله، فاضل اخر حتة، والحتة دي مهمة جدا عشان ازاي هقفلها وازاي يبقى الفينش بتاعي شكله حلو. بصي وانتي شغالة في الجزء ده بالذات ما تشديش الكابل جامد، احنا طبعا هنشد عشان نشوف اذا كانت محتاجة تاني ولا لا،
بس ما نشدش جامد برضه عشان ما يتقطعش. انا لسه كنت محتاجة فهشتغل مثلا مرتين 3 كمان. مرة حسيت ان هو محتاج هزود، نشد كده لسه فاضل حتة نكمل، شوف لو محتاجين تاني، بس بالراحة على الكابل وانتوا شغالين عشان ما يتقطعش. تمام كده خلاص مش محتاجة تاني. هنقص طبعا الخيط بس نسيب فتلة طويلة شوية علشان اقدر اداري الخيط جوه الشغل اللي احنا عملناه ده. بعد ما قصيت الخيط هشد بقى الخيط خالص علشان نقفل الغرزة، بنشدها من الجزء اللي بحط منه الإبرة او اللي بحط الإبرة فيه. هنجيب الإبرة الرفيعة اللي اتفقنا عليها اللي هي إبرة الكنفة او إبرة التنظيف. بصوا بقى واحنا بندخل الإبرة ورا الشغل، حاولي ما تدخليهاش عمودية في الكابل بتاعك بحيث يبوظ مثلا يتقطع او يجرى له حاجة. احنا هندخلها مايلة كده شوية، والإبرة دي كده كده سنها رفيع، مش رفيع يعني مش مدبب، فمش مش هتبوظ الكابل بس برضو احتياطي. هندخلها كده بالراحة، بالراحة خالص وهي مميلة مش عمودية خالص. تمام. ونقعد بقى ايه نمشيها يمين وشمال يمين وشمال كده بالراحة بحيث تتحرك معايا جوه الخيط. تمام اهو كده. وهنسحب لبره وهندخلها مرة كمان برضو علشان ما تطلعش، هي كده ان شاء الله مش هتطلع، بس مرة كمان بحيث ما تطلعش خالص. تمام شايفين هي اتدارت خالص كأن اصلا يعني مش دي النهاية. مرة كمان. بحركها بنفس الطريقة برضو، وبعدين هطلع الإبرة بتاعتي بالخيط نعديها ونسحب وخلاص كده هنقص الخيط وإن شاء الله مش هتطلع خالص. بالراحة وانتي بتقصي. وده كده شكل الكابل بعد ما خلاص. لو انتي حابة تسيبيه زي ما هو كده طبعا سيبيه، بس انا شايفة ان احنا هنحط عليه الورود والحاجات دي هتديله شكل احلى وسبيشال اكتر، يعني هيكون مميز اكتر. تمام. الحاجات دي على فكرة سهلة خالص، يعني انا اخترت لكم حاجات بجد بسيطة جدا وان شاء الله تعرفوا تعملوها. يلا بينا. اول حاجة هنعملها هي الفراشة، والفراشة دي برضو بسيطة خالص. بصي هنعمل ايه، هنجيب اول حاجة الخيط بتاعنا، اي خيط طبعا من اي لون يعجبك بس يكون رفيع شوية. هنعمل دايرة سحرية. اوكي. وبعدين هنعمل 5 سلسلة. اول واحدة دي مش بتتحسب، انا هعد من بعد اول واحدة. 1 2 3 4 و5. وفي الدايرة السحرية هنعمل 4 عمود بلفتين. تمام. فين جوه الدايرة السحرية نفسها. العمود بلفتين يعني هلف مرة ومرة كمان على الإبرة. تمام. وهنشتغل العمود جوه، هدخل جوه الدايرة السحرية وهنسحب الخيط وهخرجه مرة بره أول دايرتين معايا، واسحب الخيط واخرجه بره الاتنين اللي بعد كده، وبعدين اسحب الخيط واخرجه بره آخر اتنين. ده العمود بلفتين. هنكرر اللي عملناه ده مرة كمان. ادي مرة ومرة كمان بره الدايرتين التانيين، وكمان مرة بره آخر اتنين. وهنكمل بنفس الطريقة دي مرتين كمان، نفس الفكرة بالظبط. بعد ما خلصت الأربعة بتوعي هنعمل 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. وبعدين هعمل غرزة منزلقة جوه الدايرة السحرية. تمام. خلي بالك عشان الدايرة السحرية متفكش منك. اوكي. وبعد كده هنعمل 7 سلسلة كمان. بصوا ده شكلها اهي، ده جناح الفراشة. هنعمل 7 سلسلة كمان. 1 2 3 4 5 6 7. وهنعمل كمان 4 عمود بلفتين زي ما عملنا اللي فاتت. بعد ما خلصناهم هنعمل 5 سلسلة. 1 2 3 4
5 وغرزة منزلقة برضو جوه الدايرة السحرية. بعد كده هشتغل 3 سلسلة 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 وهعمل 3 عمود بلفتين برضو نفس الفكرة اللي فاتت بس 3 مرات. بعد كده هعمل 3 بس سلسلة 1 2 3 وبغرزة منزلقة جوه الدايرة السحرية برضو. بعد كده هنعمل كمان 3 سلسلة، نظبط بس الخيط. هنعمل 3 سلسلة كمان، 1 2 3 وبعدين 3 كمان، 3 عمود بلفتين برضو. بعد كده هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 وغرزة منزلقة برضو جوه الدايرة السحرية. وكده خلاص انا خلصت الفراشة بتاعتي. طبعا هنقفلها تمام. هنشد بقى الخيط القصير علشان نقفل الدايرة السحرية خالص، شدها جامد علشان ما يبقاش فيها فراغ يعني. ده شكلها تمام. بعد ما قصيت كمان الخيط اللي طالع بقى بعد ما قصيته، يعني اللي هو الخيط اللي كان طويل وانا قصيته، هطلعه بره الدايرة السحرية. وبعدين هنسحب الدايرة السحرية جامد بحيث ايه نقفلها يعني ما تطلعش خالص. اهو انا بسحبها علشان اضمن انها ما تتفكش خالص خالص. هربط الطرفين دول في بعض، يعني هربط الفتلتين اللي طالعين مع بعض علشان اضمن ايه. انا كده بسحبها بس هنربط بقى علشان اضمن ان هي ما تخرجش خالص. نربط جامد ونشد جامد قصدي علشان ما تتفكش. خلاص كده. ده شكلها. هنعمل ايه بقى؟ بصوا الجزء اللي هو بالابيض ده هنلفه عليها، بس الاول نداري الخيط اللي طالع بالابره برضو بتاعتي، ابره التنظيف، وهدخلها كده من الظهر وهنسحب الخيط والخيط التاني مره كمان. الخيط اللي جنبه دوت هنعمله بنفس الشكل ده. وبس كده خلاص. هنقص بقى الخيط بتاعنا اللي طالع من ورا. احنا كمان عشان هنلزقه بالشمع فمفيش اي امكانيه انه الخيط ده يخرج تاني يعني. هنجيب بقى اللون اللي احنا عايزين نلفه عليها، ايا كان اللون اللي انتي حباه. انا حبيت استخدم الخيط الكشمير اللي ورا ده تمام. بصي بقى في اي غرزه منزلقه، طبعا احنا هنعملها بالطول يعني، بس من ورا كده في الغرزه المنزلقه اللي احنا كنا عاملينها عشان هي هتبقى النص بالظبط، هدخل فيها الابره وانا عامله عقده كبيره في نهايه الخيط وما بين السبع سلسله من هنا والسبع سلسله من هنا عشان ده الوش بتاعنا تمام، او النص بتاعنا بالظبط. هنقعد بقى ايه نلف كده لحد ما نحس ان اللفه كده مظبوطه، يعني مش محتاجه ازود تاني. ومن ورا بقى علشان الخيط يقفل خالص هنعديها كده من ورا في الخيط نفسه مرة ومرة كمان تمام. وبرده مرة كمان كده نعمل عقدة بحيث ايه نتأكد انها ان شاء الله مش هتتفك خالص. ده شكلها. شكلها بقى حلو. مرة كمان كده كأني بربطها مثلا او حاجة عقدة، وبعدين هقص الخيط. وبرده ما ننساش ان احنا نستخدم الشمع، والشمع مش بيخلي الخيط يفك خالص، ميطلعش منه اصلا.
فهنقص. تمام. خلاص كده اعملوا بقى فراشات بالالوان والاعداد اللي انتوا عايزينها، يعني انا مش هعمل، انا عملت 3 بس وما كنتش حابه اكتر عن كده. طيب الورده دي بقى نعملها ازاي؟ الورده دي سهله جدا جدا، برضو هي لونين، لو عايزه تستخدمي لون واحد عادي مش مشكله. جبت اللون الاوف وايت وعملت سلسله سوري، وعملت دايره سحريه وعملت فيها 5 غرز حشو. اول واحده دي ما بتحسبش، هنشتغل على الخيط اللي هو القصير ده، ماشي. وهنعمل 1 2 3 4 واخر واحدة دي اللي هي ال5 انا هسيبها مفتوحة عشان انا هبدل اللون، وبعدين هشد الخيط جامد علشان نقفل الدايرة السحرية بتاعتي. هجيب اللون الجديد، انا اشتغلت بالكشمير إليزا ديفا، برضو كل الشغل كان بإليزا ديفا. تمام. وبعدين هحطه ورا كده كأن هو الشغل الخيط الأصلي بتاعي، وهسحب الخيط بره الجزء اللي انا كنت فاتحاه. وفي اول غرزة عندي خالص في الدايرة السحرية هنعمل غرزة منزلقة. تمام، بصوا كده، دي اول غرزة اهي، هندخل الإبرة فيها ونسحب بالخيط الكشمير بتاعي بالراحة خالص، وبعدين نعمل غرزة منزلقة علشان نقفل الدايرة خالص. واضحة كده؟ بعد كده هنعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وفي نفس المكان بتاع الغرزة المنزلقة هنعمل عمود بس بلفة واحدة، وبعد كده عمود بلفتين زي بتاع الفراشة في نفس المكان، وعمود كمان برضو في نفس المكان. كل حاجة هنشتغلها في نفس المكان، مش بنغير أي حاجة. بعد كده هعمل سلسلة من 3 برضو، شايفين ده شكلها سلسلة من 3، 1 2 3، وبعدين في نفس الغرزة بتاعتي وهعمل غرزة منزلقة. في الغرزة اللي بعديها على طول انا هدخل فيها، على فكرة بصوا ده شكلها، ده اول حاجة. بعد كده في الغرزة اللي جنبها على طول، وخلي بالك احنا هيبقى عندنا 5 ورقات علشان لو في غرزة ضاعت هيبقى عندك 4، كل ما تضيعي غرزة كل ما هيقل. هدخل في الغرزة اللي جنبها وعملت غرزة منزلقة، وهعيد نفس اللي عملته تاني. هطلع بسلسلة من 3، 1 2 3، وبعدين اعمل عمود في نفس المكان، وبعد كده عمود بلفتين برضو في نفس المكان، وبعد كده عمود عادي، عمود بلفة جوه نفس المكان نفس الغرزة. بعد كده اعمل سلسلة برضو من 3 واقفلها بمنزلقة في نفس المكان، 1 2 3، في نفس المكان هنقفل بغرزة منزلقة. نكرر اللي عملناه بقى ده 3 مرات كمان على إيه عند الدايرة بتاعتي كلها، يعني عند كل غرزة هعمل نفس اللي عملته ده مرة كمان. بعد ما خلصت الوردة كلها هنقفلها خلاص، هنعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وفي نفس الغرزة اللي انا كنت شغالة فيها هنعمل طبعا غرزة منزلقة. بعد كده في الغرزة اللي هي الأولى اللي احنا كنا شغالين فيها أول حاجة خالص هنعمل غرزة منزلقة. خلاص كده تمام، ده شكلها اهو عامل ازاي كده. بصوا بقى من ورا احنا محتاجين نداري طبعا كل الخيوط دي ونظبطها. الخيط الطويل الاوف وايت خليه دلوقتي مش هنقصه، الخيط القصير الاوف وايت ده مش هحتاجه تاني لان انا اوريدي اشتغلت عليه لما كنت بعمل الدايره السحريه، فده انا هقصه وانا مش محتاجاه دلوقتي خالص. تمام كده فاضل الثلاث خيوط دول، الكشمير الطويل والاوف وايت الطويل والكشمير القصير.
الكشمير القصير هجيب الإبرة بتاعتي، وفي الجزء الكشمير هدخل الإبرة فيها كده من الظهر طبعا، وبعدين هدخل الخيط فيها وهنسحب الخيط لبره، وبعدين خلاص كده هقصه او هخليه لو عايزين تأكدوا عليه يعني لما نعمل بالشمع وكده. الخيطين بقى الطوال هنقصهم وندي لنفسي مساحة علشان اقدر اشتغل بيهم او اداريهم، يعني اتحرك براحتي. هنسحب الغرزة عشان نقفلها. تمام كده. ومن اخر غرزة كنت واقفة عندها هطلع الخيط من الناحية التانية، ادخل الابرة كده من ظهر الوردة وشده لبره. تمام. الخيطين بقى الطوال دول هنربطهم في بعض الاول، نربط جامد زي ما ربطنا الفراش. تمام كده ده شكلها. بصي بقى بالإبرة برضو في الجزء من الظهر، في الجزء الكشمير هندخل الخيط الكشمير، وفي الجزء الأبيض أو الأوف وايت هندخل الجزء الأوف وايت. أهم حاجة وأنا بشتغل من الظهر ما يبانش معايا من الوش، يعني ما يبقاش باين الوش ده ملناش دعوة بيه خالص. نسحب لبره، وبنفس الشكل هنعمل الخيط الأوف وايت. وده هيكون شكلها بعد خلاص ما خلصناها ودارينا الخيط وكل حاجة، مش باينة خالص الخيوط اللي ورا يعني. نعمل بقى الوردة التالتة معانا. الوردة دي برضو سهلة خالص خالص. مش هنغير بقى فيها ألوان ولا أي حاجة، أنا هعملها باللون ده. بصي يا ستي، هنعمل دايرة سحرية، وفي الدايرة السحرية برضو هنعمل 3 سلسلة. أول واحدة دي ما بتتحسبش، وبعدين هنعمل 3 سلسلة، 1 2 3. وبعدين جوه الدايرة السحرية هعمل عمود، 1. بعد كده هعمل عمود بلفتين، وعمود كمان، وبعد كده هعمل سلسلة من 3، 1 2 3، وغرزة منزلقة في الدايرة السحرية. وبعد كده بعد ما اعمل الغرزة المنزلقة هطلع 3 سلسلة واعيد نفس اللي عملته تاني. 3 سلسلة، عمود بلفة، وبعدين عمود بلفتين، وبعدين عمود، وبعد كده 3 سلسلة واقفل بغرزة منزلقة، واكرر ده يعني المرة دي ومرة كمان، يبقى انا كده 3 مرات. وده كده بعد ما خلصتهم خلاص، وناقص مرة كمان نفس اللي عملناه قبل كده. دي كده كانت السلسلة بتاعة المرة التالتة، هنقفلها بغرزة منزلقة ونكرر اللي عملناه مرة تانية. نفس الكلام، 3 سلسلة، 1 عمود، بعد كده عمود بلفتين، وبعدين عمود، وبعدين 3 سلسلة، واعمل غرزة منزلقة في الدايرة السحرية. تمام، دي على فكرة هتبقى اخر حاجة خلاص. 3، وبعدين نقفل بمنزلقة في الدايرة السحرية، وزي ما عملنا في اللي قبل كده هنقفل برضو الدايرة بتاعتي. بس انا هنا قصيت الخيط الاول مش مهم، بس طلعوا الخيط ده بره الدايرة السحرية اسهل، وبعدين نقفل الدايرة السحرية عليها. هشد الخيط كويس، شد اكتر لحد ما تقفل معايا خالص، ونكرر نفس اللي عملناه في نفس الطريقة واحنا بنداري الخيط. هنربط برضو الخيطين دول في بعض وندخلهم بالإبرة بنفس الطريقة لحد ما تتدارى خالص وما تبقاش باينة.
وده شكلها بعد لما خلصت خلاص. عملت بقى العدد اللي انا حسيت ان هو هيكون كويس، ما حسيتش ان انا محتاجة اكتر. هما دول حلوين قوي، ممكن زودت واحدة كمان، لا زودت فعلا واحدة كمان، حسيت ان الكابل كان محتاجها. طيب ده الكابل بتاعي بقى، هلزقهم ازاي؟ لو انتي حابة تخيطي الوردات بتاعتك في الكابل عادي، بس انا بصراحة استسهلت يعني، ماشي. بس وانتي بتعملي خلي بالك علشان ما يبصش منك الكابل او الشمع يبوظه. حطي كمية يعني كويسة. تمام، يا ريت ما نكترش برضه. تمام، وبالراحة بصي انا عملت ايه، انا خليت الزبطة بتاعة الكابل وبعدين حطيت عليها، يعني انا ده المكان اللي الكابل بدخله فيه في الشاحن. فده يعني ده اللي بيكون ايه زي الواجهة بتاعتي يعني. فانا بدأت عليه كده وبعدين هكملهم كلهم على نفس الاتجاه، مش هخلي واحدة فوق وواحدة تحت. تمام. بصي كده، ده الوردة الصفرا دي او الفراشة الصفرا دي هي اللي مخلياني عرفت اول الكابل بتاعي فين، او الوجه بتاع الكابل بتاعي فين. وبعدين بقى هبدأ احطهم كده بحيث ايه يبقوا دايما مواجهين ليا يعني. تمام. حطيهم بقى بنفس الطريقة بشكل عشوائي بقى، عايزة ترصصي الألوان جنب بعضها تعمليهم عشوائيين واحدة واحدة، برضو دي حاجة ترجع لك انت. واخر فراشة حطيناها وبس كده، ده شكل الكابل بعد ما خلص. يا ريت لو عجبك الفيديو تعملي شير ولايك وسبسكرايب، وتقولوا لي كمان ايه افكاركم اللي انتم محتاجيني اعملها في الكومنت. بس كده، شكرا ليكم، سلام.